السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد التعادل المخيب للوداد الرياضي داخل الديار، صرح المدرب سفين فان دير بروك مدرب الوداد باللي من كتلعب داخل الديار كنتسناو ديما منك ان النتيجة تكون ايجابية وانك تصنع الفريق، ولكن للاسف ما نجحناش. ما قدرناش نلقاو المساحات اللازمة باش تكون الخطورة الهجومية، خصوصا في الشوط الاول. وأضاف مدرب الوداد أنه دابا عندنا أسبوع آخر للتحضير لمباراة الإياب على جميع المستويات، والنتيجة ديال اليوم غادي غادي تكون كفخ للفريقين بجوج. النتيجة هي فخ للوداد وفي نفس الوقت فخ لفريق صن داونز، ولكن أنا تايق بلي حنا قادرين نتأهلوا، مازال عندنا حظوظ كبيرة. أما بالنسبة للمهاجم سامبو فهو تعرض لإصابة قاسية في الساق الكاحل، وما كنتوقعش انه غادي يقدر يلعب مباراة الاياب. المهم هادشي اللي قال مدرب الوداد بعد التعادل ضد سانداوز. وطبعا مباراة الاياب غادي تكون جد صعبة بالنسبة للوداد، خصوصا الى المدرب لعب بنفس التشكيلة. فكما كنشوفوا الاصرار على اللاعب اعمدة الفريق اللي كانوا صراحة اعمدة الفريق بحال جبران، بحال الحسوني، بحال عطية الله، اللي ما بقاو كيقدموا حتى اضافة. فالى المدرب بقى كيأصر انه يلعبهم، فهادشي ما غاديش يكون في مصلحة الوداد. كذلك المدرب دار بعض الاخطاء في التغييرات، كالخروج ديال بورا اللي كان داير اداء زوين وكان عنصر خطير في المقابلة، ودخل المترجي اللي ما قدم حتى اضافة في مركز الجناح، على عكس بوسفيان اللي كان كيقدم مستويات جيدة مع المدرب السابق خوان كارلوس غاريدو، ولكن كنشوفو بلي دابا كيتم التجاهل ديالو كليا. وللاسف هاد التجاهل جا مباشرة بعد المستوى اللي ولا زوين، كيقدم مستوى رائع في المباريات الأخيرة اللي لعب فيها كأساسي. وكذلك فدخول لا في مكان الحسوني، فهاد الشي ما قدم حتى إضافة، وخص المدرب يكون عارف هاد الشي. نتمناو خير في مباراة الإياب، ونتمناو الرجوع ديال سامبو والرجوع ديال جلال الدودي اللي هما كيقدموا قيمة مضافة كبيرة لفريق الوداد.